سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كلكم على خير وبخير. المهم نتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الفلفله معمره بالرز ودايرها في الكوكوط. المهم هنايا راه بينت لكم بان الرز درتو كيتسلق والخبز كنت عاجنه مخليه تيخمر. هنا عندي القزبر، عندي الثومه، العطريه، عندي الخرقوم، الملحه، شويه السودانيه، شويه الكمون، شويه الفلفله حمراء صافي، وشويه الزيت باش تنخلطوا الشرموله صافي. غادي نخلطها وغادي نخليها على جنب. هنا راه بدا تيخمر الخبز باش غادي نفرقو. هنا الكوكوط طحنت هنا جوج مطيشات، انا تنبغي نطحنهم في هذه باش تنطحنهم بقشرتها. طحنت جوج مطيشات درتها هنا. غادي ندير من هذيك الشرموله اللي حيت غنفرقها. هي في العاده كنديروا الرز بيض، ولكن انا غادي نشرملو صافي. درتو هنايا المطيشه وغادي نخليه هنا كيتقلى. غنزيد شويه الزيت وغادي نخليه تيتقلى صافي. هنا غادي يبدا يطيب هذا صافي. غادي هنا الرز هو راه تسلق وخليته برد باش عاد درت له شرموله. هذه اختياريه، الا بغيتو ديروا غير بيض هكاك مسلوق بشويه الملحه صافي. هنا الفلفله انا راني قسمتها على جوج حيت عندي الكوكوط الصغيره، فقسمتها على جوج وعمرتها. واخا راه في التالي غادي تطرطق ليا شويه، ولكن المهم ماشي مشكل. اللي عنده زعما تيسع شي طاوه هكا دايره يدير فيها فلفله كامله يعمرها من الراس صافي. درتها هنايا في الكوكوط. غنسد عليها واحد شويه، غير شويه، غير تصفر جوج تصفيرات صافي، وضفي عليها حيت الرز طايب، لاصوص طايبه، غير الفلفله واحد شويه اللي غادي تطيب صافي. هنايا المهم كنت ضفيت عليها وحطيت صافي. راه جات بنينه. الا درتوها في الطاوره غادي تجي المرقه زعما باينه. هنا الخبز اللي وجدت هذا ما كان بالصحه والراحه.